بصوا بقى، بالطول بالعرض بالورب، بيراميدز يكسب الاهلي، الاهلي يكسب بيراميدز، يتعادلوا. ايه اهميه بيراميدز؟ الاهلي عامل كل ده ما يهمنيش. انا كل اللي يهمني ان الزمالك السنه دي لازم ياخد الدوري. يعني كل الناس تسالني ايه وانت موقفك ايه من ماتش بيراميدز والاهلي؟ انا موقفي اللي يخلي الزمالك يكسب. ولو انا بقول لكم اهو، ولو جه منافسه بين بيراميدز والزمالك، الزمالك طبعا، والزمالك يكسب طبعا، والزمالك ياخد الدوري طبعا، والدوري طبعا. ولو بين الزمالك والاهلي، الزمالك طبعا. وان الاوان بقى اما. وبعدين عايز اقول حاجه بالنسبه للناس الاخوه الاهلاويه، يعني بيقولوا حاجتين. الحاجه الاولانيه يقول لك فلوس، وانت لما قررت تدفع وتلم 150 مليون جنيه عشان تدفعهم في حسين الشحات، حد قال لك فلوس؟ حد قال لك فلوس؟ حد قال لك انت بتبوظ الدوري بالفلوس؟ اشمعنى لما الاهلي يشتري بفلوس عاليه يبقى عادي، ولما نادي تاني يدفع يبقى بيبوظ الدوري بالفلوس؟ الموضوع التاني، وحضراتكم فاكرين زمان اما الاهلي اشترى نص الاسماعيلي ايام خوزيه، اصل بيقول لك ايه، ده نادي جايب لعيبه جاهزه. الاهلي خد نص الاسماعيلي. الاهلي وقت خوزيه لم يخرج لعيبه. هو ابو تريكه جه منين؟ بركات. كل اللعيبه دي جت منين؟ اللي اهم بقى، ولعيبه كبار، وده جايب لعيبه وده جايب لعيبه، ان يبقى عندك الاحتكاك الجامد ده ويبقى عندك دوري قوي. هو هنفضل حياتنا كلها بنتفرج على الاهلي والزمالك بيغلبوا كل الفرق وياخدوا الدوري ويمشوا؟ بقول لاخواننا في الاهلي ان الاهلي يتغلب. المشكله ان الاهلي ما ياخدش الدوري مره. حصل لبرشلونه وحصل لريال مدريد. ليفربول اللي كلنا بنشجعه ده ما خدش الدوري من عمر. السنه دي احتمال ياخده. كده ليه الناس بتوع الاهلي واخدين المساله بلا ما ينفعش؟ ويعني وليه ما ينفعش؟ على فكره، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعين قناة توب تيم، أهلا بيكم معنا في خبر جديد النهاردة بعد تعادل الأهلي وبيراميدز، وكانت نتيجة متوقعة جدا جدا بعد الغيابات اللي موجودة والإصابات والروح اللي فقدوها بسبب إن هما من مباراة لمباراة ومفيش حد تقريبا يلعب في الفريق. دلوقتي الفريق يعتبر فعلا فاضي، وكمان مارسيل كولر تقريبا شكله كده حاطط إيده في المية الباردة، يا إما هو بيستفز الناس بقى. أنا مش فاهمة بصراحة مارسيل كولر ماله الأيام دي. كنا بنقول الداهية السويسرية والدماغ اللي مفيش زيها وكلام من ده، ما اعرفش هو الايام دي ايه اللي جراله. والاداره برضو متخاذله في حاجات كتير جدا، وكل ده حاطط ضغط على الجمهور وعلى اللعيبه. فيعني قدر الله ما شاء فعل. النتيجه تعتبر مرضيه جدا بالنسبه للمستوى اللي نزل به الاهلي قدام البيراميدز. بيراميدز نازل النهارده المباراة يتغندر، مش ناقصه اي حاجة غير ان هو كمان معاه التحكيم. التحكيم نازل مع بيراميدز، فهو نازل مطمن جدا جدا. يا بيراميدز جاي المباراة وهو حاطط المباراة في جيبه. فلما تبقى انت فريق مش ناقصك حاجة، ما عندكش غيابات كتير، ما عندكش اصابات، ومعاك تحكيم تيجي تعمل بس مجرد تعادل ايجابي، فدي هزيمة بالنسبة لك. لان كان المفروض ان هو في الحالة اللي الاهلي نزلها اي يعني اي فريق قدامه حتى ولو ضعيف كان المفروض ان هو يغلبه. لكن الاهلي ما بيتغلبش بسهولة مع الظلم في التحكيم، مع نشاط الفريق التاني، ومع ذلك برضو الاهلي يتعادل. ولو كان ضربة الجزاء امام عاشور صح كانت قربت الدنيا قوي قوي مع الاهلي. انما للاسف هي كانت الحكاية كلها ماشية ضد الاهلي. يعني ما حتى التوفيق والحظ كان ماشي ضد الاهلي، التحكيم ماشي ضد الاهلي، المدير الفني للاهلي كان ماشي ضد الاهلي، اداره الاهلي ماشيه ضد الاهلي. احنا مش فاهمين بصراحه. قدر الله ما شاء فعل. ولكن عموما نورتونا ان انتوا سمعتوا الفيديو لحد الاخر. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وكمان تشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوها، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد وحصري من كره القدم في مصر، وخاصه النادي الاهلي. كنتم مع توب تيم.